طب يا جماعه انا النهارده كنت قاعد بتمشى فلقيت حاجه غريبه نزلت جديده في السوبر ماركت فقلت لازم اجربها، وهي الاندومي دي. ايوه فعلا ما تستغربش، دي اندومي يا جماعه بجد. الغريب مش ان هي في اكياس صغيره كده، الغريب ان الشركه اللي صنعاها مش شركه اندومي اصلا. بجد يا جماعه اتصدمت لما عرفت ان الشركه اللي صنعاها دي مش شركه اندومي اصلا، ولا ليها اي علاقه بالمكرونات ولا الاندومي اصلا. هو ده بقى شكل الكيس، وده بالفلفل الحامي. ده سعره عامل 2 جنيه. هم تقريبا نزلوا الكيس ده عشان اندومي غلت بقت ب 7 جنيه او ب 6 جنيه مش عارف برضه. انا بقى دخلت السوبر ماركت وجبت منه شويه اندومي كده، هم ما اسمهاش اندومي بس هنقوله اندومي بس لحد ما نعرفوا اسم الشركه اللي صنعاها. وجبت منه بقى شويه الاطعمه دول، هم الثلاثه دول نفس الطعم والطعم ده مختلف. جيت الشارع كله عندنا يا جماعه عشان الاقي اطعمه، كل ما اخش الواحد الاقي عنده طعم شكل، بس كله عنده الطعم ده. دخلت بقى سوبر ماركت مستخبي تاني لقيت عنده الطعم ده اللي هو طعم الكباب ده اصلا. بس تعالوا بقى نجربه. اول واحد ده ما تنساش بقى تصلي على النبي. جامد قوي. ايه ده؟ هو ده المفروض ان هو بالفلفل الحامي، مش شامم ريحه فلفل حامي اصلا. هنشوفوا شكله كده عامل ازاي. لا هو شكله حراق خالص عنده. هنا بقى النور قطع بس حسيت ان الاضاءه اتظبطت معرفش ليه. لا هو حامي قوي بس جامد قوي. بقى نجربه. يعملوا طريقه اندومي فطعمه الصراحه جامد قوي، طعمه حرش كده، طعمه تحس ان فيه الوان صناعيه ما قوي فهتشدك. بس فكره الاندومي بس هم مزودين عليها بقى ان البهارات في الاندومي ذات نفسها ومكسرينها. جبنا بقى الطبق الميه السخنه. تعالوا بقى ننزلوا. تعالوا بقى نديها تقليبه. نديها بقى تقليبه كده على السريع عشان نمكس كله في بعض. جهنم. بسم الله. انا هنا بقى كنت قلقان قوي وانا بدوقها، انا حسيتها اندومي كوري 3 اكس ما اعرفش ليه. انا تقريبا زودت ميه، بس هم كاتبين ان الكيس اصلا بياخد 150 مللي، حاطط 3 اكياس يعني المفروض 150 مللي. اظن دول اقل بكتير من 450 مللي. ما ايه غلطانين في الحساب ولا ايه؟ بصوا هي طعمها غريب قوي، بس نصيحه مني يعني لو هتجربوها جربوها هي نيه احسن بكتير. اصلا مش في الحامي بس هي حاميه وحرشه يعني خليك تكملها اصلا من حلاوتها. الاندومي دي هتنافس شركه اندومي باكتساح. طبعا نشيل دي على جنب ونجرب طعم الكباب. خد بقى الباكجنج بتاعه. حلوه باكجنج تصدق. لا المره دي ريحه كباب بجد، عامل شبه ريحه الشيبسي بالكباب بالظبط. بسم الله ندوقه. في حاجات سودا كده بس ماشي. ده بقى كباب بجد. انت بقى نص كوبايه ميه وبيقول لك 150 مللي على الكيس ده. الكوبايه ده بس عشان ما تبهوقش معايا الشاورما اللي فاتت. نديها تقليبه بقى كده. انا مش عارف ليه هو لون المايه ما اتغيرش لحد دلوقتي، بس بيقول لك المفروض تفضل تقلب فيها 3 دقايق. دوق بقى لسه مستنى 3 دقايق. بسم الله. وحشه قوي. هي اصلا لسه بتقرمش. وحشه جدا. وبس كده بقى، دي كانت تجربتي مع الاندومي غريبه الاطوار. والغريب بقى من كل اللي شفناه ده ان الاندومي دي من شركه ماربيلا. يعني اللي هو ازاي انا ما اعرفش، انا فضلت واقف مبلم في الكرتونه كده بتاع 5 دقايق. ان حاجه ما تدخلش المخ. شركه ماستيكا تعمل اندومي. الكباب ده ما تجيبوش خالص لو هتاكله حاف، كان الطعم ده احسن منه بكتير.